مصر كانت مع مرور الزمن بتبقى محتلة، ايا كان الاحتلال ده ايه، انجليزي او فرنسي او حتى غيرهم، وكل دول كان ليهم اسباب في احتلالهم لمصر. لكن عمرك تخيلت ان مصر هي اللي تحتل ارض، وكمان مش اي ارض، دي ارض عربية، وتقول انها ارضها ومن حقها؟ فالجملة دي من وجهة نظر السودان في قضية حلايب وشلاتين وأبو رماد. بيقولوا إن مصر محتلية المثلث ده والمفروض إنه جزء من الأراضي السودانية، لكن في نفس الوقت مصر بتنفي الكلام ده كله وبتقول إن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمعنى إن المثلث ده هو جزء من الأراضي المصرية. ولحد الآن المشكلة ما انتهتش من وجهة النظر السودانية، وكتير جدا بيلجأ النظام السوداني لإثارة المشكلة دي في كل ما توترت العلاقات بين مصر والسودان. فخلينا نعرف ايه هي قصة حلايب وشلاتين وأبو رماد عشان نقدر نحدد موقف مصر فعلا، واذا كانت هي دي ارضها ولا هي محتلها، ونعرف تطورات القضية على مر العصور. انا حنين الغريب ودي حكاية القصة. مثلث حلايب بيكون على الحدود الجنوبية الشرقية مع السودان، والمثلث ده بيعتبر مشكلة بيننا وبين السودان، وده لأن السودان زي ما قلنا بيدعوا إن المثلث ده جزء من أرضها، لكن في الحقيقة هو جزء من أرض مصر. وعشان نعرف الحقيقة لازم نعرف القصة من البداية، وده اللي هيخلينا نرجع سنين كتير لورا. نقدر نقول بداية من فتح محمد علي للسودان سنة 1820 ميلاديا. فبداية القضية كانت من عند محمد علي حاكم مصر، وده لأن محمد علي كان عاوز يعمل مشروع وحدي، وده إنه يعمل وحدة عربية تكون خاضعة ليه ولأسرته. وعشان يعمل الوحدة دي بدأ بالاتجاه للجنوب اللي هي السودان، وكان ليه دوافع في اتجاهه ناحية الجنوب، وهو إنه يأمن الساحل الشرقي للبحر الأحمر بعد ما بريطانيا دخلت اليمن، وإنه يأمن منابع نهر النيل اللي هو شريان الحياة في مصر. وده هنلاقي إن محمد علي كان بيفكر للمستقبل، وإنه عاوز يأمن منابع نهر النيل. وده لو نظرنا دلوقتي هنلاقي إن مشكلتنا في سد النهضة إن لو السودان مضت مع أثيوبيا فكده تعتبر حصة مصر من نهر النيل راحت. وده فعلا اللي نظر ليه محمد علي، إنه عاوز يأمن منابع نهر النيل وتكون تحت سيطرته بالكامل. وهنلاقي إن من أهداف ودوافع محمد علي في إنه يدخل السودان إنه يأمن طرق التجارة ويخلص على عناصر المماليك اللي هربوا للسودان بعد مذبحة القلعة، وإنه يجند السودانيين في الجيش المصري ويحصل على الذهب اللي موجود بكثرة في السودان، ويكمل المشروع اللي كان بيحلم بيه ويبني الوحدة العربية وتكون تحت سلطته هو وأسرته. وفعلا نجح محمد علي انه يدخل السودان. واللي مفكر ان احتلال محمد علي للسودان كان زي اي احتلال بيعمل دمار في الارض ويخربها يبقى غلطان. وده لان محمد علي زي ما استفاد من ثروات السودان قدر برضه انه يقدم ليها تنظيمات كبيره جدا وتطورات في السودان، وهو السبب في معرفه العالم كله بدوله السودان ووضعها على الخريطه السياسيه للعالم العربي عشان تكون السودان جزء لا يتجزأ من مصر. وفي ظل كل الانجازات والتطورات اللي كان بيعملها محمد علي في السودان كانت عاوزه القوى العظمى تشيل كل نفوذ محمد علي من السودان، وده هنلاقيه من خلال اتفاقيه لندن عام 1840 ميلاديا. لكن السياده المصريه فضلت موجوده على السودان المصري من خلال فرمان 1841 ميلاديا، وتأكد بفرمان الوراثه عام 1866 والفرمان الشامل عام 1867 اللي تم اصداره في عهد الخديوي توفيق. وفضلت السودان بالكامل جزء من مصر، وكان بيطلق وقتها على ملك مصر بانه ملك مصر والسودان. لكن القضيه اتطورت عام 1863 ودي في فتره حكم الخديوي اسماعيل اللي عمل تنظيمات كتير جدا في السودان. وهنلاقي ان في عهده كان في محاوله حقيقيه لتوسيع ممتلكات مصر في القرن الافريقي اللي وصلت فيه نفوذ مصر حتى منطقه البحيرات الاستوائيه. وفضلت السودان جزء من مصر في عهد خلفاء محمد علي، وحاول اسماعيل توسيع البلاد وده من خلال الاتجاه ناحية الجنوب عشان يحاول تحقيق الحلم انه يبني امبراطورية مصرية في افريقيا. وكانت المغامرة دي هي السبب للأزمة المالية اللي سببت التدخل الأجنبي في مصر وخضوع مصر للاحتلال الإنجليزي عام 1882. والتدخل الأجنبي ده ما كانش في مصر بس، ده كمان كان في السودان، وهم السبب في تنازل مصر عن السودان، وده بسبب استغلالهم للثورة المهدية اللي حصلت في السودان عام 1880 واللي أدت لسقوط الأبيض في 17 يناير عام 1883 دي تاني المدن السودانية. وده اللي خلى الموضوع يزيد سوء، فطلب الخديوي توفيق من بريطانيا مساعدته على ضبط الأمور في السودان، وفعلا أرسلوا ليه حملة بقيادة الجنرال هيكس، لكن اتهزم على ايد عبد الرحمن النجومي في معركة شيكان عام 1883 ميلاديا.
وبكده اتأزم الموقف جدا في السودان، واستغلت بريطانيا كل الأحداث دي وفضلت تضغط على مصر عشان يخلو السودان. وفعلا اتحقق في سنة 1885 لما شكل نوبار باشا حكومة جديدة، وكانت أول قراراتها إخلاء السودان، وكلفت بريطانيا غردون باشا بقيادة حملة مصرية لإخلاء السودان. وبكده اتحقق حلم بريطانيا إن مصر تسيب السودان، واستخدموا الثورة المهدية سبب لإجبار مصر على الانسحاب، وده فعلا اللي هنلاقيه اتحقق عشان تسقط الخرطوم سنة 1885 على إيد المهدي. وبعد ما مصر سابت السودان بقت أرض لا مالك لها، وتقدر بريطانيا إنها تستولي عليها. لكن للأسف الدول الاستعمارية ما سابتش السودان لبريطانيا عشان يحصل صدام بين قوتين من الاستعمار البريطاني من جهة اللي عاوز يبني إمبراطورية من الشمال للجنوب، والاستعمار الفرنسي من جهة اللي عاوز يبني إمبراطورية من الغرب للشرق. وبعد كل ده واللي شافته بريطانيا من الدول الاستعمارية إنها مستحيل تسيب ليها السودان، قررت إنها تغير شعارها من إخلاء مصر للسودان لاستعادة السودان. وفعلا هنلاقي إن القوات المصرية رجعت للسودان مرة تانية، وانسحاب كل القوات الاستعمارية اللي كانت دخلت السودان. لكن للأسف في سنة 1899 تم توقيع اتفاقية بين مصر وبريطانيا، ودي كان غرض الاتفاقية إن بريطانيا تسيطر على السودان، لكن في نفس الوقت بوجود الجيش المصري فيها. وعشان كده دي كانت اتفاقية حكم ثنائي، بمعنى مصر وبريطانيا هيحكموا السودان اللي كان فيها 12 بند، وكان أهمهم تحديد خط عرض 22 شمالا بيكون حد فاصل بين مصر والسودان. ودي النقطة المهمة في الاتفاقية، لأن كده الحدود بين مصر والسودان هي خط عرض 22 شمالا. وبكده اترسمت الحدود بين الدولتين وانفصلت مصر عن السودان، ومعنى كده ان منطقة حلايب هي تابعة للحدود المصرية، وده حسب الاتفاقية اللي وقع عليها الطرفين. لكن بالاضافة ان مصر هتحكم السودان، وده حكم ثنائي مع بريطانيا. لكن بقى بداية المشكلة واللي خلت السودانيين بيتمسكوا برأيهم ان منطقة حلايب تابعة ليهم هي قرارات وزير الداخلية المصري مصطفى فهمي، وده لان بعد رسم الحدود بقت تحركات القبائل اللي موجودة على الحدود صعبة، فقرر مصطفى فهمي انه يسمح بالتسهيلات الاداريه لتحركات القبائل المصريه العبابده والقبائل السودانيه البشايره شمال وجنوب خط الحدود. ده غير انه في سنه 1902 و1907 اصدر قرار بهدف تحقيق وحده القبائل، وقرر وضع قبائل البشايره السودانيه تحت اداره مديريه البحر الاحمر السودانيه، ووضع قبائل العبابده المصريه تحت اداره مديريه اسوان المصريه. وبعد القرارات دي بقى فيه نوع جديد من الحدود، وهي الحدود الإدارية، والحدود دي اللي بتتمسك بيها السودان لحد الآن. لكن في النهاية دي مجرد قرارات ما كانتش معاهدة أو اتفاقية بين الدولتين. وهنلاقي إن تمسك السودان بالحدود دي ظهر في سنة 1914، وده لأن بدأت الخرائط اللي بتصدرها السودان بتغفل إظهار خط عرض 22 شمالا، وبتكتفي برسم الحد الإداري بس. والأمر ده زاد سوء في عام 1928، وده بسبب قيام وزارة الخارجية البريطانية الاعتماد على الأطالس اللي أصدرتها شركة الأطلس الأمريكية، واللي اعتمدت الخط الإداري فقط حد فاصل بين مصر والسودان المصري. لكن لحد هنا المشكلة ما اشتعلتش، وده لأن مصر كان عندها غرض تاني، وهي إن ترجع السودان تاني تحت سيادتها، بمعنى إنها تلغي نظام الحكم الثنائي ده. فمعنى إن السودان ترجع تاني لمصر مش هيفرق معاها موضوع الحدود. لكن هنلاقي إن كل ده ما حصلش، وإن مصر ما قدرتش ترجع السودان تاني تحت سيادتها. وده اللي ظهر في مؤتمر الصلح عام 1919 في باريس، ظهرت فيه اتجاهات السودان الحقيقية، وإنها عاوزة تنفصل عن مصر. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، في الوقت اللي طلب فيه الوفد المصري بالاستقلال، وصل وفد سوداني برئاسة علي المرغني للمؤتمر وطلب بزيادة ارتباط السودان ببريطانيا. ده غير ان في عضو من الوفد السوداني هو عبد الرحمن المهدي قدم سيف والده الإمام المهدي للملك جورج الخامس، وده كان دليل على ولائه. لكن مصر رفضت الكلام ده، وده لأن الاتفاقية بتأكد على تبعية السودان لمصر وليست لبريطانيا. وهنا بقى حصل شقاق فعلا، لأن في ظل كل المفاوضات اللي كانت مقدمة من الجانب المصري كلها فشلت، وتأكدت مصر بأن السودان ليها رغبة إنها تنفصل عنها. وده فعلا اللي اتحقق، وخروج الجيش المصري للمرة الثانية من السودان سنة 1924. لكن يرجع تاني الجيش المصري للسودان سنة 1936، وفضلت القضية
هي تتطور، وقررت الحكومة المصرية إنها تدي للشعب السوداني حق تقرير المصير وتقدم المصلحة السودانية على المصلحة المصرية. ودخلت مصر مفاوضات كتير مع إنجلترا انتهت بعقد معاهدة السودان في 12 فبراير عام 1953، والمعاهدة دي كان فيها فترة انتقالية 3 سنين، بالإضافة إنهم هيعملوا استفتاء للشعب السوداني عشان يقرروا مصيرهم، بالإضافة للانسحاب الكامل للقوات المصرية والقوات البريطانية من السودان، وده بعد أخذ قرار البرلمان السوداني في رغبتهم في تقرير مصيرهم. لكن في النهاية اكتشف الرئيس جمال عبد الناصر إن السودان ليها رغبة بالانفصال عن مصر، وحتى قبل إجراء الاستفتاء للشعب السوداني قرر عبد الناصر إنه يستجيب لرغبة البرلمان السوداني وسحب الجيش المصري من السودان سنة 1956، وده كده يعتبر الخروج الثالث للجيش المصري من السودان. واعترف عبد الناصر باستقلال السودان وقال وقتها: لن أفرض وحدة على الشعب السوداني يرفضها سوداني واحد. وبكده انفصلوا الدولتين عن بعض، وما عادش فيه اي امل لمصر انها ترجع سيادتها تاني على السودان، وجي الوقت انها تدور على حدودها وتاكد كمان عليها، ودي كانت السبب في اشتعال المشكله. وده في سنه 1956 بعد استقلال السودان، لما مصر قدمت مذكره للحكومه السودانيه بتبلغها ان منطقه حلايب وشلاتين وابو رماد بمعنى ان المثلث هو منطقه مصريه وسيتم ادراجه في الدوائر الاداريه المصريه، وان الحدود اللي بين مصر والسودان تابعة لخط عرض 22 شمالا، وده طبقا لاتفاقية 19 يناير عام 1899. وده لأن مصر في الوقت ده كانت بتعمل مشروع وحدي مع سوريا، وعشان كده كانت عاوزة تعمل استفتاء لمنطقة حلايب وهتبعت ليهم لجنة، عشان كده بتأكد على السودان بأن حلايب مصرية. وكان في نفس الوقت في السودان كان في انتخابات لمجلس النواب، ودخلوا منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، فبعتت القاهرة اللجنة الانتخابية رقم 97 ومعاها قوة من الجيش المصري. وهنا المشكلة زادت سوء، وطلبت السودان من مصر سحب قواتها فورا، ده غير انها قدمت شكوى لمجلس الامن واتهمت مصر بان هي عاوزة تبلع العالم العربي. وفي الوقت اللي قدمت فيه السودان شكوى لمجلس الامن هنلاقي ان الوقت ده ما كانش مناسب ابدا لمصر، وده لعدائها الكبير مع الغرب، وعشان مصر ما تخليش الغرب يتدخلوا وما تديش ليهم فرصة وتأكد حسن نواياها تجاه العرب، فسحبت قوتها وفي نفس الوقت نهت إشرافها الإداري على المناطق الممتدة جنوب خط عرض 22 شمالا، ودي مناطق ضمن الحدود السودانية ومصر كانت بتديرها زي ما السودان كانت بتدير المناطق اللي في شمال الخط ده. ودي كانت قرارات وزير الداخلية المصري عشان يسهل تحركات القبائل فقط، وإن مصر تنهي إدارتها على المناطق اللي في الجنوب الخط ده على أمل إن السودان هي كمان تنهي إدارتها للمناطق اللي في شمال خط عرض 22 شمالا اللي هي ضمن حدود مصر. لكن كل ده للأسف ما حصلش. لكن هنلاقي ان المشكله زادت سوء واشتعلت اكتر في سنه 1995، ودي في محاوله اغتيال الرئيس حسني مبارك اثناء مشاركته في القمه الافريقيه باديس بابا سنه 1995، وبان ان اللي كان ورا محاوله الاغتيال هم مجموعه من السودانيين. وهنا الصبر نفد، وأصدر حسني مبارك الأوامر للقوات المسلحة باقتحام مثلث حلايب. ولما اشتكت السودان للأمم المتحدة أكدت مصر إنها ما تخطتش خط عرض 22 شمالا، وده حسب الاتفاقية اللي تم فيها رسم الحدود بين الدولتين عام 1899، وبكده قدرت مصر إنها ترجع أرضها تحت إدارتها وسيادتها. وطبعا بعد اللي عمله الرئيس حسني مبارك ظهرت خلافات كتير جدا حوالين الحقوق التاريخية لمثلث حلايب، والسودان بتقول ان وجودها وادارتها للمثلث ده لسنوات طويله ووفقا للقانون الدولي بيمثل سندا للسودان على فكره تاسيس التقادم اللي قايمه على مبدا الحياه الفعليه للمنطقه، وان مصر في الوقت ده ما كانتش معارضه للحياه دي، وده بيعني كده اعتراف مصر بسياده السودان على المثلث بجانب الاداره. لكن طبعا مصر ردت على كل ادعاءات السودان وقالت ان التعديلات اللي عملها وزير الداخليه المصري كانت بسبب اغراض انسانيه وعشان يسهل العيش للقبائل اللي عايشه على جانبي الحدود، فهي في الاول والاخر عباره عن قرارات وليست معاهده او اتفاقيه حتى. وإن مصر لما تنازلت عن إدارة المثلث للسودان ده ما كانش معناه إنها بتتنازل عن السيادة المصرية وحقوقها في المثلث، وإن مصر ما سكتتش على حقها، وده لأن سلوك مصر كان معارض للإجراءات التنفيذية اللي أخدتها السودان في مثلث حلايب لأول مرة سنة 1958، وقدمت الخارجية المصرية احتجاجا على ده،
وإن مصر أصلا ما عملتش أي معاهدة أو اتفاقية دولية عشان تعدل الحدود اللي اترسمت سنة 1899. وغير كل ده إن آخر تعداد سكاني رسمي عملته الحكومة السودانية ما كانش ضمن إحصائياتها سكان المثلث ده. وده غير رفض القبائل الكبيرة اللي ساكنة المثلث ده قرار المفاوضات القومية للانتخابات السودانية، واللي قال إن ليهم أحقية في المشاركة الانتخابية، لكن القبائل دي أعلنوا إنهم مصريين، وده كان من خلال احتفالاتهم بانتصارات أكتوبر في عام 2009. وفي ظل رفض الجانب السوداني لفهم الأمور والاعتراف بأن منطقة حلايب هي منطقة مصرية، وده طبعا حسب اتفاقية 1899، وعدم رغبة مصر إنها تستجيب للاستفزازات السودانية، قامت مصر بواجبها الوطني تجاه سكان المثلث، ووفرت ليهم مياه الشرب والسلع الأساسية واتصالهم المباشر بالسكان واستخراج الأوراق الثبوتية وقبول التلاميذ في المدارس المصرية وزيادة عدد العمال المصريين في المنطقة وتوفير كل مستلزمات الحياة لسكان المثلث. وبكده مشكلة حلايب عمرها ما هتنتهي من وجهة النظر السودانية، لأن عدم فهمهم للأمور والاعتراف بأن منطقة حلايب هي مصرية، وفي ظل دايما أنهم يثيروا المشكلة دي كل ما العلاقات اتوترت بين مصر والسودان. أما الجانب المصري اللي ما عادش مهتم بردود أفعال السودان الغير مبررة بعد ما رجعت إدارة مصر وسيادتها على مثلث حلايب اللي هو جزء من أرض مصر.